تعالوا هنبدأ مع بعض النهاردة بأول محل هدخله معاكم، هو البيت السعيد. تعالوا أعرفكم على كل المنتجات اللي هو بيعرضها، وهسيب لكم كمان لينك التليجرام ورقم الموبايل والعنوان لو حبيتوا تطلبوا أي حاجة أونلاين أو حتى تعرفوه. مبدئيا كده كان حامل الموبايلات عنده عجبني جدا، وكان عامل 13 جنيه بس، وكان عنده مجموعة من الرولات الاستيكر الذهبي والفضي والرخامي، مجموعة حلوة جدا، وكمان الإكريليك المنظمات اللي بنستخدمها في التلاجات والمطابخ، ومجموعة من الصفايات بجد هايلة وأشكال وألوان. ودي كانت علبة على شكل حلة تقدري تحطي فيها أكل وتخزنيها في التلاجة، وكمان مجموعة من الاستندات حلوة جدا جدا هتستخدموها في المطابخ عشان توفر معاكم مساحات. وكمان عنده علب التلاجات بأحجام مختلفة وخامة عالية، ده غير مضرب النسكافيه والعلب الترندي زي ما انتوا شايفين. عنده حاجات كتيرة قوي بنشوفها على النت وتشكيلة من أزايز الزيت أشكال وألوان، ومجموعة من أزايز السيليكون اللي تقدري تحطي فيها مية وتاخديها معاكي في أي مكان، خصوصا كمان للأطفال هتبقى مناسبة جدا. وعنده كمية كبيرة من الكوبايات المصنوعة من الإزاز للأطفال المعيارية، والعجينة السحرية للتنظيف، وفوط المايكرو فايبر بأشكال وألوان، وكمان المنشر السحري، وكمان الخلاط المتنقل معاكي في أي مكان. وعنده تشكيلة كبيرة من علب التسالي بأشكال وألوان مختلفة كتير، وده كان كيس فيه 100 كيس تقدري تغطي بيه الأكل وتدخليه التلاجة، وده كان شكل تاني من طبق التسالي عنده. وعنده مسن السكاكين وطقم الحمامات وعلبة المناديل اللي بتتعلق على الحيطة وميزان، وعنده كمان الرف اللي بيتحط في المطابخ. كل المنتجات دي هتلاقيها عنده في التليجرام بالأسعار، ده غير كمان مجموعة كبيرة من قطاعات الخضار اللي منتشر على النت. والعلب دي عجبتني جدا جدا للمكسرات، وكانت الخامة بتاعتها بلاستيك كده اكليريك حلوة قوي قوي، عجبتني جدا. وعنده تشكيلة كبيرة لمنظمات التوابل، ودي كانت ممسحة 3 في 1 تقدري تغسلي وتمسحي بيها الإزاز، والجزء اللي من تحت تقدري تلمي الوبر من على الهدوم. والمنتج ده بيتحط في الغسالات مانع تشابك الهدوم. كان عنده مجموعة كبيرة من صفايات المعالق، معظم الحاجات اللي احنا بنشتريها اونلاين عنده في المحل. وكمان عنده تشكيلة من الصفايات، وكمان مفارش الغسالة والتلاجات والمفارش اللي بتتحط على الترابيزات، وكمان عنده ستاير حمام بأشكال مختلفة، وعنده كفر للغسالات وكفر للتكييفات. عنده مجموعة كبيرة من المنظمات ومنظمات الميك اب وصفاية المطبخ اللي بتتحط على الحوض للأطباق، وهنا دي كانت مقشرة، وده كان منظم لأدوات الخياطة. أكيد كل بيت هيبقى محتاج حاجة زي كده ينظم فيها أدوات الخياطة. ودي كانت مراية كيوت جدا بالفرشة بتاعتها. وكمان عنده فتحة الأزايز والبرطمانات، وكمان عنده دي بتاعت الحنفيات حلوة جدا، والقفل بتاع التلاجات عشان الأطفال أو الإدراج تقدروا تستخدموها في الحاجات اللي انتوا محتاجينها تقفلوها للأطفال. وعنده الأربع رجول دول المنتشرين جدا على النت، أنا كمان عملت عنهم ريفيو حلوين قوي. ودي كانت التلج طالعة ترندي برضو. وكمان فرش الحمامات اللي طالعه ترندي قوي بالوانها التحفه الجميله، ومنظمات للهدوم في الدولاب، وتشكيله كبيره من المشايات اللي تقدري تستخدميها عندك في البيت بخامه ممتازه وعاليه جدا، واشكال بجد حلوه قوي. هسيب لكم لينك التليجرام بتاعه عشان لو حابين تعرفوا سعر اي منتج عنده، وكمان هسيب لكم العنوان لو حبيتوا ان انتوا تروحوا تتفرجوا على اي حاجه. لو لسه مكملين معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، وتشتركوا في القناه عشان يجيلكم محلات تانية كتير. وكان عنده مجموعه من الحوامل اللي تقدري تستخدميها في اي مكان في المطبخ بخامه ممتازه. وكمان الاسبونشات اللي طالعه ترندي عنده منها بكميه كبيره وبجد حلوه جدا، انا بستخدمها حلوه جدا. وبكده انا عرضت لكم كل المنتجات اللي عنده في المحل.
استنوني في محل جديد. باي باي.